السلام، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقترح عليكم بعض الوصفات لفطور رمضان، وانتم خذوا الوصفه اللي عجبتكم وجربوها. غادي نحضر معكم حريشات بالجبن والزعتر واجنحه الدجاج بتتبيله خطيره، وكذلك غادي نوجدوا حجوه ديال الساندويتش بالدجاج وسوب اللي كتجي لذيذه بزاف غادي تعجبكم. وغادي نمشي معكم بالترتيب اللي اعتمدتو باش تنظموا الوقت ديالكم. تابعوا معايا الفيديو الاخير وفرجه ممتعه. اذا غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا 300 غرام من صدور الدجاج اللي قطعتهم شرائح رقيقه بهذا الشكل هذا، وعندي هنايا زبادي طبيعي اولا دانون مسوس. غادي نستعمل ملعقه ونصف. كنضيفوا عليهم ملعقه صغيره ديال لاموطارد، حبه من البيض، كنضيف التوابل. عندي الملح والبزار والسكينجبير والتحميره وكذلك الثوم بودره. صافي غادي نخلطوا المكونات ديالنا جيدا مع بعضياتهم حتى كنتحصلوا على واحد لاصوص. صافي غادي نديرو فيها صدور الدجاج ديالنا وغادي نحاولوا ندخلوا فيهم هذيك التتبيله مزيان. صراحه هاد لاصوص كتجي زوينه بزاف وكتعطي واحد اللذه زوينه للدجاج ديالنا. صافي هنايا غادي نفرغوه في واحد الصحن وغادي نغطيه بكيس بلاستيكي وغادي نخليه الوقت الكافي باش يتشرب الدجاج هذيك التتبيله مزيان. بعدها مباشرة دزت باش نحضر التتبيله ديال اجنحه الدجاج. هنايا خديت اناء ووضعت فيه القليل من الزيت، عصير ديال نصف حامضه، كنضيف عليهم هنايا 3 الفصوص من الثوم اللي حكيتهم، كنضيفوا ملعقه كبيره من معجون الطماطم، ملعقه صغيره من الهريسه اولا الصلصه الحاره، وغادي نضيف هنا التوابل الملح البزار سكينجبير القزبر المطحون والتحميره. من بعد غادي نضيف اعشاب منسمه، انا استعملت ازير والزعتر، وكنضيف ملعقه صغيره من لاموطارد وكنخلط الخلطه ديالي مزيان مع بعضياتها حتى كتندمج ليا مزيان. صافي من بعد كنفرغ فيها اجنحه الدجاج وكنحاول انني ندخل فيهم هذيك التتبيله ديالي مزيان. ونفس الشيء بالنسبه لاجنحه الدجاج، غادي نغطيوهم كيس بلاستيكي ونخليهم يتشربوا ديك التتبيله مزيان الوقت الكافي. انا هنايا كنخليهم 2 سوايع حتى 3 سوايع حتى كيتشربوا ديك التتبيله مزيان. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا لاصوب اللي غادي نحتاجو فيها مرق الدجاج والدجاج اللي قطعته شرائح بهذا الشكل هذا. بالنسبه للطريقه ديالو كناخذ لتر من الماء وكنضيفوا ليه افخاذ الدجاج وكنضيفوا عليهم 7 حبات من الهيل، عود من القرفه، 2 اوراق من ورق الغار، فصين من الثوم، حبه بصل واعواد ديال الكرافس، زائد ملعقه صغيره من الملح. كنخليهم على نار متوسطه حتى كيطيب لينا الدجاج مزيان وكنصفيو هذاك المرق وكناخذوا الدجاج ديالنا وكنقطعوه شرائح بهذا الشكل. من بعد كناخذوا طنجره وكنوضعوا فيها القليل من زيت الزيتون، ملعقه كبيره من الزبده، من بعد كنضيفوا ليهم حبه من البصل اللي مقطعه قطع صغيره، كنضيفوا 3 الفصوص من الثوم اللي حكيتهم. صافي انا قليتهم غير واحد شويه وكنضيف لهم 2 حبات من الجزر اللي مقطعين صغارين بزاف كما كتشوفوا، وضفت لهم كذلك 2 حبات من القرعه الخضراء اولا الكوسه اللي قطعتها صغيره كذلك، وعندي هنايا 2 حبات من البطاطس مقطعين صغارين كذلك بنفس الشكل. صافي غادي نخلطوا الكل جيدا.
من بعد ضفت ليهم القليل من الملح، وغادي نضيف هنايا 2 ملاعق كبارين من الدقيق. صافي غادي نخلط داك الدقيق مزيان معاهم بهذا الشكل. هنا ضفت الدجاج اللي قطعته شرائح من بعد ما سلقته طبعا، وهنا كنمرق بمرق الدجاج. صافي كنخليو الشوربه ديالنا حتى كتغلي مزيان. صافي هنايا غير كتبدا كتغلي، وكنضيفوا ليها هنايا 2 ملاعق كبارين من الشعريه وملعقه كبيره من القزبر. وهنايا غادي نضيف ليها القليل من الفلفل الاسود، والقليل من الخرقوم. صافي غادي نحركوها مزيان ونخليوها طيب. تقريبا كتاخد معنا 21 دقيقه على نار متوسطه. صافي هنايا كي كطيب ليا كنضيف ليها عصير تاع نصف حامضه وكنقدموها. صافي من بعد ما وجدت لاسوب ديالي هنايا كيكون داك الدجاج تشرب ليا التتبيله مزيان، فكناخذ هنايا صينيه ديال الفرن وكنوضع فيها ورق الزبده وكنستف فيها الاجنحه تاع الدجاج ديالي بهذه الطريقه. صافي من بعد كندخلهم للفرن اللي كنكون مسخناه جيدا من قبل، وكنخليهم على درجه حراره متوسطه كياخذوا معايا تقريبا 40 دقيقه. وهنا خديت القنينطات اللي وجدتهم معكم في فيديو سابق تلقاوه في القناه ديالي. كنوضعهم في صينيه ديال الفرن اللي مفرشه بورق الزبده، وكندهنهم بالقليل من الزيت بهذا الشكل هذا باش منين طيبوهم ياخذوا معكم واحد اللون ذهبي. صافي هنا دهنتهم غير في الوجه ديالهم، من بعد كنقلب كل وحده كنمسحها هكا في ورق الزبده وكنرجع عليها الجهه السفلى باش حتى هي تاخذ معايا لون ذهبي وتتقرمش. صافي كندخلوهم للفرن وكنخليهم على نار متوسطه. وبالنسبه لصدور الدجاج اللي حضرناهم في بدايه الفيديو حتى هما كيكونوا تشربوا التتبيله ديالهم مزيان. صافي كنبقى ناخذ هنايا بالقطعه وكنوضعها في لاشابلور بهذه الطريقه هذه. صافي كنحاول انني ندخل فيها داك الشابلور مزيان. من بعد غادي ندوزو باش نطيبوهم. هنايا كناخدو مقلاة وكنوضعو فيها القليل من الزيت النباتيه وكنوضعو فيها القطع ديال الدجاج ديالنا. نتوما الا بغيتو تقليوهم قليوهم اولا تدخلوهم للفرن. انا هنا كنطيبهم غير بالقليل من الزيت باش ما يتشربوش ليا الزيت بزاف. صافي كنخليوهم حتى كيطيبوا على الجهه الاولى وكنقلبوهم للجهه الثانيه حتى كيتحمروا كياخذوا معنا واحد اللون ذهبي. هنا خديت خبز ديال لي ساندويتش اللي وجدته معكم في فيديو سابق، كنخرجوه في الصباح باش كيذوب ليا وكيولي رطيطه بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا وضعت القليل من الخس ووضعت فوقه صدور الدجاج، وغادي نضيف من فوق الجبن بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كيجي رائع. صافي هنا غادي نعمر معكم واحده اخرى بنفس الطريقه، كنوضع الخس وكنضيف من فوق الدجاج وكنضيفوا الجبن وكنبلعو عليه من الفوق. نتوما هنايا الا بغيتو دهنوه بشي صوص اولا مايونيز فلكم الاختيار. انا كيعجبوني غير هكذا كيجيو زوينين. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه.
من بعد كناخد الاله ديال البانيني وكنتنها بالقليل من الزيت من الجهتين وكنوضع فيها لي ساندويتش ديالي بهذه الطريقه. صافي من بعد كنسد عليهم كنخليهم يطيبوا على خاطرهم، ما كياخدوش معايا وقت طويل، تقريبا ربع ساعه او 10 دقائق وكيكونوا جاهزين بهذا الشكل هذا. صافي وكنقدموهم في الصحن ديالنا. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا الحرشه ديالنا. عندي هنايا 3 الكؤوس من الحرشه، ضفت ليهم ملعقه صغيره من السكر، ملعقه صغيره من الخميره ديال الخبز، كنضيفو هنايا نصف ملعقه من الملح، كيس من خميره الحلويات. صافي كنخلطوا النواشف ديالنا مزيان. كنضيفوا نصف كاس من الزيت النباتيه وكنحاولوا اننا ندخلوها مزيان في هذيك الحرشه ديالنا. من بعد كنبداو نجمعوها بالماء العادي بهذه الطريقه هذه. ما كنعجنوش العجين ديالنا، كندخلوه غير باصابع اليدين بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع ليا العجينه كامله. ودابا غادي نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الحريشات ديالنا. هنايا استعملت هذا الجبن الكريمي، استعملت ملعقه كبيره، تقدروا تستعملوا اي جبن متوفر عندكم. من بعد غادي نضيف ليها هنايا الزيتون الاسود اللي قطعته صغير بزاف، وكنضيف هنايا الزعتر، وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيتخلط لينا هذاك الزيتون مع الجبن. وتقدروا تستغناو على الزيتون، ديروا غير الجبن والزعتر حتى هو كيجي زوين بزاف. ودابا غادي ندوزو باش نشكلوا الحريشات ديالنا. كناخذوا كميه من الحرشه وكنديروا فراغ في الوسط بهذا الشكل وكنوضعوا فيه الحشوه اللي حضرناها. من بعد كنسدوا عليها بهذه الطريقه وكنشكلوا الكره ديالنا بهذا الشكل. من بعد كنوضعوها في الحرشه اولا السميده وكنشكلوها هنايا في مغطايه، اولا تقدروا تستعملوا هذيك الطابع ديال الحرشه. انا ما متوفرش عندي فاستعملت هنايا غير مغطايه ديال القرعه. صافي غادي نوجدوا هنايا واحده اخرى، كناخذوا كميه من الحرشه وكنديروا فراغ في الوسط وكنعمروه بالحشوه ديالنا. من بعد كنسدوا عليه بهذه الطريقه وكنشكلوها الكره. من بعد كنغطيوها مزيان بالسميد ديالنا وكنشكلوها في المغطيه بهذه الطريقه. هنايا حتى كنشكل الحريشات ديالي كاملين عاد كندوز باش نطيبهم. خديت هنايا الفراح ديالي وسخنته مزيان، من بعد كنوضع فيه الحريشات وكنخليهم هنايا على نار متوسطه حتى كيطيبوا لينا على خاطرهم من الجهه السفلى. صافي هنا غير كتشوفوا ديك الحرشات حمرات وكتبداو تقلبوهم كما كتشوفوا كيجيو محمرين.
صافي، وكتخليهم يطيبوا على الجهه الاخرى. من بعد كطيبوهم شويه من الجوانب. وهذا هو الفطور الرمضاني اللي حضرته معكم اليوم. كنتمنى انكم تجربوا الوصفات. بالنسبه هنايا للحرشه قسمتها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه وبنينه بزاف، غير جربوها. وبالنسبه لي ساندويتش كيجيو خطيرين، هذاك الدجاج كيجي طري ولذيذ. اما القنيطات ديالنا كما كتشوفوا كيجي اللون ديالهم ذهبي ومقرمشين وكيجيو لذاذين بزاف. هادو القنيطات اللي عمرناهم بالكفته. وعندي هنايا اجنحه الدجاج اللي كيجيو طريين بزاف ولذاذ، غير جربوا هذيك التتبيله غادي تحبوها. وبالنسبه للسوب راها كتجي خطيره ولذيذه بزاف، غير جربوها غادي تعجبكم. وما تنسوش الدعاء ديالكم عند الفطور كتذكير فقط. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال على الاعجاب ديالكم، واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما ينساش يشترك فيها وفعل زر الجرس باش يتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده وبالصحه والراحه، مع السلامه.